تاني كلمة من كلمات الربط معانا النهاردة هي which بستخدمها لغير العاقل سواء شيء أو حيوان، وبرضه بيجي بعدها يا إما فعل يا إما جملة. For example, I have a book. It helps me learn English. أنا عندي كتاب هو بيساعدني أتعلم اللغة الإنجليزية. طبعا الكلمة اللي اتكررت هي it دي عايدة على الكتاب، فالكتاب غير عاقل، فأنا هقول I have a book which helps me learn English. أنا عندي كتاب الذي يعلمني اللغة الإنجليزية. تعال نشوف مثال تاني. This is the car I bought it yesterday. هذه عربية أنا اشتريتها امبارح. يبقى أنا الكلمة اللي اتكررت عندي هي it، وit عايدة على الكار، فأنا هربط بكلمة الربط which. This is the car which I bought yesterday. خلي بالك إن that بستخدمها كمان للربط سواء عاقل أو غير عاقل، وبيجي بعدها فعل أو جملة كمان. أيوة هقول لك إن that ممكن استبدلها بديل which وبديل هو. For example, this is the boy that's clever. هذا هو الولد اللي شاطر. The car that's outside is mine. العربية اللي بالخارج دي هي عربيتي. يبقى مرة ربطنا بذات على العاقل، على الإشارة للعاقل، ومرة ربطنا بذات للإشارة إلى غير العاقل.